السلام عليكم المتتبعين ديالنا العزاز، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم، الف مرحبا في واحد الفيديو جديد. وبغيت اليوم ان شاء الله غادي ندير السردين في الفران في المقله بلا الخضره بلا حتى حاجه. السردين اللي جبتو غسلتو مزيان ودرتو الشبكه حتى قطر مزيان من الماء وشرملتو، درت له الثومه والعطريه. درتها المتتبعين، درت الملحه والكمون والزيت، غير الزيت غير شي شويه والتحميره. هادشي اللي درتو، الثومه ما درتش كاع الربيع. هيا كما كتشوفوا دابا ان شاء الله غادي ندهن هاد المقله وغادي ندير الحوت ديالنا في الفران احسن من ديال القلي راه الزيت راه صعيب شي شويه الزيت على المعده. وبغيت نديرو غير في الفران، كندهنوا المقله ديالنا بحال هكا بالزيت، وما كندير لهم لا طحين لا والو، غير الزيت هكا حتى ندهنوها مزيان. وكنجيبو الحوت ديالنا كنستفوه بحال هكا هكا وكندير من الفران من الفوق حتى يطيب، عاد كنهبطو شي شويه لتحت باش يتحمر، باش كيجي زوين. هكا تنستفوه بحال هكا هكا كما كتشوفوا. ودابا غادي نديرو نشل يدي وغادي نديرو في الفران. شعلتو خلاص من قبيله، راه سخون. كندير من الفوق حتى يتحمر مزيان حتى يطيب مزيان، حيت كنقص عليه البطاء باش يطيب غير بشي شويه هكا. كنزيد عليه الفران ونخليه حتى يطيب. هنا شويه الفلفله في الفران هي والفنجان، ها هي غندير التشرموله ديال الفنجان والفهوه. كنديرو في الميكا باش دغيا تحيدو هاد القشره. ها هي كتحيد بوحدها غير بشويه. ها هي شويتها غير في الفران الفلفله ودرتو في المقله الفلفله والفنجان. وكان اللي كيشوي خلاص فوق البوطه ولا في الفران حسن، في الفران دغيا كيتشوى، وفوق البوطه كيشد اليد بزاف. ها هي حتى الفنجان دغيا كيتحيد له القشره. ولا غير تحيديه من الفران من المقله من الفران وديريه في الميكا باش دغيا كتحيد له هاد القشره. انا غير حيدته من الفران وخشيته في هاد الميكا، خليته حتى شي واحد 4 دقائق ولا 5 دقائق ودغيا كتحيد له هاد القشره. كيما سالينا دابا هاد الطنجال وهاد الفلفله لقيناهم ودرتهم في الطبسيل، مازال غنقطعهم. وهنا وشط لاصوص ديال مطيشه، هنا مطيشه والثومه والربيع والعطريه وشويه مطيشه د الحك. باش نديرها ما سمحوا لي ما صورت ما ندرت الفيديو من الاول حيت ما كاينش شي اللي عاد من القرايه. ودابا غادي ندير هادشي بعدا يطيب، خص هاد لاصوص يطيب بعدا شويه. ومع الدجاج وهذا راه مشوي راه طايبين، خصهم غير يتقلاو شي شويه وصافي. وهنا راه الحوت كيتقلا في الفران ودغيا غيطيب. ودابا غنقطع الفنجان ديالي هنا، خصو كيتقطع مزيان بحال هكا. هكا خصنا نقطعو مزيان.
كنخليه في الفران حتى كيتشوى نيت على خاطرو، كنقص عليه البوطون نخليه باش يطيب على خاطرو باش يجي زوين. يتنجل الا ما مشويش مزيان ما كيجيش في الترموله زوين. واخا طيبي في سميتو مع العطيه ولا صوص مطيشه ما كيجيش زوين، خصو يطيب مزيان في الفران. ديريه في الميكا باش دغيا تحيدو داك القشره الفوقانيه. هاولا لا الطبع نهزو كيطيح. ولا المطيشه كطيب خلاص. هنا لاصوص مطيشه طحنتها وطحنت شويه الثومه ودرت شويه ديال الكمون والحاره والتحميره وشويه الزيت. صافي داكشي اللي كندير. ما كنديرش داكشي كينشبير والحرقوم وداكشي والبزار وداكشي ما كتجيش في الترموله زوينه، داكشي ما كنديروش. حنا كيما قطعنا الطنجال غنحرك شويه هادي وغنزيد عليها طيب شي شويه على ما نسالي الطنجال والفلفله نقطعهم. انا غادي نقطع دابا الفلفله، حتى الفلفله كنقطع غير الطراف الصغار باش تجي زوينه. ها انا قطعتها غير الطراف الصغار بحال هكا. صافي كيما ساليتها دابا نشوف هاد لاصوص واش طاب. يلا كيما طاب دابا هادشي لاصوص والله الا طايب مزيان. ها هو دابا غنخوي هادشي اللي قطعت بحال الفلفله والطنجال. وكتجي الزعلوكه زوينه. هسه غنخليها تخلى مزيان في هاد لاصوص اللي طيبت وكتجي زوينه مع الحوت. حيت ضروري كندير شي حاجه مع الحوت، ماشي بنادم يدير غير الحوت بوحدو، لا ضروري يدير شي حاجه مع الحوت. واليوم ما بغيتش نقلي الحوت درتو في الفران. ها هو دابا نخليها طيب. غنسد عليها باش طيب مزيان. من بعد ما حيدنا الحوت من الفران ها هو طاب، مازال ما حيدوش بالتفصيل. وهاد الزعلوقه ديالنا راه طابت حتى هي. ها هي حيدنا دابا هادشي راه طاب. وكنتمنى من المتتبعين ديالنا العزاز اللي تفرج في هذا الفيديو يبارطاجيه. الله يرحمكم الوالدين، الله يجازيكم بخير، وخليونا اللايكات الزوينين. الله يجازيكم بخير. اللايكات اللي تفرج في هذا الفيديو يدير لنا اللايك، يخلي لنا تعاليق زوينين. الله يجازيكم بخير، الله يرحمكم الوالدين في هذه العواشر. وما بارطاجيو عافاكم اللي تفرج في هذا الفيديو يبارطاجي. الله يجازيكم بخير باش تعاونوا معنا شويه في القناه. وشكرا لكم، وكنتمنى ان شاء الله هذا الشيء يعجبكم المتتبعين ديالنا. غير كنبغيو دابا اللي درنا شي حاجه نشاركوها معكم. وشكرا لكم والسلام عليكم حتى شي فيديو ان شاء الله.